السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة على قناتي. الوصفة تاع اليوم وصفة خفيفة معلنا حاصلين واش نطيبو. انا هذه كي نحصل نطيبها خفيفة وما من الناس اللي دايره ريجيم توالمها، ما فيهاش حاجه كبيره. بون الا ما غمستوش هذه حاجه باينه، وما فيهاش بزاف لي زانغريديون تاني. انا ما ندير غير 2 حبات قرعه. اليوم كانوا عندي هادوما قلت نديرهم كامل. هذا ما كان عندي 2-3 حبات قرعه، عندي 5 حبات بيض. هنايا البيض نتوما تزيدوا كما حبيتوا، 5 يكفوا لارجومون. هنايا حبات فرماج، تحبوا ديروا هذا تاع جبن مثلثات ولا هذاك الشاف ولا كما حبيتوا. انا ندير 6 حبات. راس تاع الثوم انا ندير راس كومبلي، نحبها كي تجي فيها الثوم. طوماطيش هاد الحبات اللي عندي انايا صغار، على هذيك راني دايره كامل هادوما. 2-3 كبار يكفوا. لي زيبيس ملح فلفل كحل يكفوكم. انايا وشنو نحب عكري حار نزيد معاهم، تجي خير بنينه. ونجوزو للتحضير. اول حاجه نوجدوا القرعه تاعنا كورجات، نقطعوا القرعه ديالنا هكذايا مربعات ولا مكعبات كيما حبيتوا سموها. ما تقطعوهاش رقيقه بزاف، يكونوا شويه، شوفوا 1 سنتيم هكذاك. نحطوها في كسكاس، ملح فلفل كحل، ونحطوها تفور. تحبوا تقلوا القرعه تاعكم اقلوها، انا نحب نفورها باش تجي خفيفه الاكله تاعنا. من بعد حكمت الثوم ديالي، انا درت الراس كومبلي. تحبوا ما ديروش راس كومبلي ما ديروش راس كومبلي. نقطعته هكذايا شرائح رقيقه يكونوا. هاوليك قطعت كامل الراس هذا. كان ندير هذيك الثوم الحمراء باش تجيني بنينه. طوماطيش نحيت لها القشره ونجي نقطعها مكعبات صغار، ما نرحيهاش، نقطعها ونخلي لها الزريعه ديالها. هاي ليك الطوماطيش قطعتها كما قلت لكم مكعبات رقاق، مربعات مكعبات رقاق. ونجو نسخنوا المقله ديالنا ولا صوتوز ولا كما حبيتوا، حاجه ما تلصقش. نحطوا التوابل ديالنا، ونخلوه يتقلى شويه. نقلو مليح هذاك الثوم ديالنا على نار قليله مع لي زيبيس. طوماطيش من الافضل تخيروا طوماطيش تكون طايبه وما تكونش في هذاك الابيض لداخل. الا لقيتوا هذاك الابيض لداخل نحوه، والزريعه ما تنحوهاش باش طيب فيها في الماء ديالها. هكذا كي يتقلى مليح هذاك الثوم نجيو نزيدو طوماطيش، نغطوا عليها على نار قليله الطوماطيش ديالنا حتى تطيب مليح. لازم تلقاوها تذوب هذيك الطوماطيش ديالكم، لازم تلقاوها تذوب. الافضل كما قلت لكم تغطوا عليها. هاد الاكله هذه الطبق هذا ما يشد لكمش بزاف اليد، ما يشدش بزاف لي زانغريديون، ويجي بنين خفيف ويوالم حتى صحاب الريجيم. نغطوا عليها ونخلوها طيب. انا نحب نزيد مع هكذايا عرف تاع التان، عرف ولا زوج. انا نحب المذاق ديالو في لي صوص طوماط. من بعد ما جوزت 10 دقائق، شوفوا الطوماطيش ديالي على نار قليله، شوفوا تلقاوها دايبه طيبه حتى تكرازه وحدها. انا ما حش نكرازيها، ما حبيتهاش مكرازيه. انا واش حندير لها؟ ندير لها ديجا رشه تاع زيت. انا راني دايره زيت زيتون، تحبوا ديروا زيت العاديه هكذا. نرمي لها هذيك القرعه اللي راهي مفوره وبردت شويه باش ما تكرازاليش، على هذيك اللي سبقت فيها باش تبرد لي شويه. نخليها تشرب شويه داك الخليط. من بعد نجوزو المرحله اللي موراها وهي اخر مرحله ان شاء الله. اخر مرحله نحطوا البيض ديالنا، نقسموا الفرماج هذاك مكعبات صغيره. تحبوا تنحوا الفرماج نحوا الفرماج، ماشي لازم. رشه تاع ملح، رشه تاع فلفل كحل. نجو نخلطوهم ونزيدوهم فوق الخليط ديالنا، فوق الطبق ديالنا. هاي ليك هذيك القرعه طلقت كاع داك الماء ديالها. نخلو شويه تاع لاصوص اللي حب يغمس تانيت، ونجو نزيدو خليط البيض.
الطبق ديالكم نص ساعة يكون واجد، كل حاجة فيه تكون واجدة. حاب يقول طبق سريع، ما يشد لكمش بزاف الوقت، ما يشد لكمش بزاف لي زانغريديون، ويخرج لكم كمية مليحة بلا لحوم ولا شحوم. نسيت ما قلت لكمش بلي نحيت هذيك لاتيج تاع الزعتر، تاع زعترة بلوتو تاع نحيتها كي درت القرعه ديالي هكذا، غير ينشف البيض هذاك نطفو على البلاط تاعنا. وهاي لك النتيجه اللي نتحصلوا عليها، وصدقوني يجي بزاف بنين وخفيف في الماكله ديالي. الطبق هذا حنديروا لكم بطريقتين، هذه الطريقه الاولى، دوك نجوزوا للطريقه الثانيه. الا حبيتوا ديروا القرعه خضراء لداخل الاكله ديالكم، طوماطي شرحوها، كي ترحوها رحوها بها بالزريعه ديالها، نحوا لها القشره ورحوها. الا ما كنتوش تحبوا الزريعه لازم ديروا لها شويه تاع الماء، لاخاطش الزريعه فيها الماء ديالها، هي اللي تخلي الاكله ديالكم طيب مليح. ما تكثروش الماء بصح، هكذا كي ترحوها بها بزريعتها ما تزيدوش الماء وتجي بنينه خير. هكذا مباشره مور ما تزيدوا الطوماطيش ديالكم نزيدوا القرعه هنايا ما راهيش طايبه خضره، ما راهي لا مفوره لا مغليه، نحركوها نغطوا عليها ونخلوها طيب لداخل لاصوص. هكذا تنقصوا على روحكم التعب، وتنقصوا كثرتها الماعن، اكدوا لي على الماعن. انا وحده وليت نقص بزاف الماعن. وإلا كنتو حابين ديروا دي بولات دو فيوند زيدوهم تاني في هذه المرحله باش يطيبوا في هذيك لاصوص. انا واش حنزيد هذه المره، نزيد شويه تاع مرقاز، نحيت له تيوات هادوك قسمتو صغار صغار، نجي نزيدهم من الفوق باش يطيب معاه. وهاي ليك النتيجه اللي نتحصلوا عليها. شوفوا كيفاش تجي. حبيت نرفد شويه تاع المرقه. هاي ليك شوفوا كيفاش تجي. وهذه كانت وصفة اليوم، نتمنى تكون عجبتكم وإن شاء الله تجربوها وتدعوا لنا بالخير، وإحنا نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. ما تنساوناش جيم، بارطاج وكومنتار. إلى اللقاء.